انا مخاصمك. كلمة يمكن احنا سمعناها كتير من اهالينا قبل كده، لكن الكلمة دي ليها تأثيرات سلبية مدمرة على شخصية ابنك. جايز اهالينا كانوا بيستخدموا الكلمة دي كنوع من العقاب او نوع من التهديد علشان ما نعملش سلوك معين او تصرف معين، لكن للأسف ليها تأثير سلبي كبير جدا مدمر لشخصية ابنك. ولو انت كنت بتخاصم ابنك او بتقول له انا مخاصمك، لازم تسمع الفيديو الجديد ده علشان تعرف ايه التأثير السلبي بتاعها. اهلا بيك معانا في فيديو جديد. مش عايزك تصدق اي كلمة انا بقولها، لكن عايزك تفكر وتقتنع بكل كلمة بقولها، ولو انت ليك رأي مخالف يا ريت تكتبه وانا هحترمه جدا. كلمة انا مخاصمك او لما تيجي تخاصم ابنك، للأسف ده بيأثر على اجتماعياته وعلاقاته مع الآخرين. ليه؟ لأن برضه لما بتحصل مشكلة ما بينه وما بين أصحابه، هو كمان بيقول لهم أنا مخاصمكم ومش هكلمكم تاني. فجايز أصحابه أول مرة تتجاوب مع الحاجة اللي هو عايزها علشان ما يزعلش، ممكن تاني مرة. بعد شوية أصدقائه هتعرف إن هو مش ناضج كفاية ومش قوي كفاية علشان خاطر يواجههم ويقول لهم الحاجة اللي بتضايقه إيه، إن هو يطلب منهم إنه ما يعملوش الحاجة دي بقوة، لا ده هيشوفوه إنسان مش ناضج وضعيف، فبالتالي هيبعدوا عنه أو هيتجاهلوه. هو بعد كده كمان بالتدريج هيتجاهلهم، وللأسف هيخسر ناس كتير قوي. كلمة كمان أنا بخاصمك أو لما تيجي تخاصم ابنك كده يوم أو اتنين، اللي بيحصل إن ابنك بيبتدي يدخل في صراع نفسي ويبتدي يلوم نفسه بشدة ويجلد ذاته علشان هو كان سبب إنه بابا وماما ما بقوش يكلموه مرة تانية. طبعا ده بيسبب له مشاكل جواه وصراع جواه وتعب نفسي جواه، وللأسف ده بيخليه إنسان مش بسيط، مش إنسان مرن، مش إنسان بيعدي بسرعة الأخطاء والمشاكل. لا، بعد كده هيحصل إن لما تحصل مشكلة من أي حد مش هيعديها بسهولة، لا ده هيأزم الموضوع وهيعقد الموضوع والدنيا معاه هتبقى معقدة قوي، ودي حاجة هتتعبه جوه نفسه وهتتعبه كمان مع الناس. ولو كنت بقى بتخاصم ابنك لفترات طويلة، أسبوع، 10 أيام، فتأكد بقى إن أنت بتحط التربة الخصبة لكل الأمراض النفسية اللي ممكن تسببها لابنك. ليه؟ لأن الخصام أصلا بيسبب شعور بعدم الأمان، شعور بالقلق، شعور بالتوتر، شعور بالرفض. فكل دي مشاعر سلبية للأسف لما بتكبر وبتزيد دي تربة خصبة لأن كل الأمراض النفسية تظهر لابنك. يعني انت لو خاصمت ابنك فترة طويلة انت ممكن تسبب له اضطرابات وأمراض نفسية كتير قوي. كمان انا لازم انبه على حاجة مهمة في ناس كتير بتعملها ومتخيلة ان دي حاجة صح، اللي هو thinking chair، يعني اللي هو كرسي التفكير. يعني لما ابنك يغلط تقول له كده روح اقعد في مكان في كرسي وفكر وحاول تعرف الصح والغلط فين، ولما تقدر تدرك الصح فين تعالى وقول لي ونشوف الحل ايه. ده نوع من الخصام برضو. ليه؟ لان هو هنا بيتحط في عزلة وبيقعد يفكر في العزلة دي، بيحس انه مرفوض وانه مش مرغوب فيه، وهو بيحاول يدور ويفكر، للاسف ما بيقدرش يعرف ايه الصح وبيستسلم نتيجة العزلة اللي حصلت له. بيرجع لك بعد كده ويقول لك يا بابا انا غلطان وعملت ده غلط وده فعلا ده غلط، عايز يقول لك الكلام اللي انت عايز تسمعه فقط علشان يتخلص من العزلة اللي حصلت له فقط لا غير. فالثينكينج تشير ده دي حاجة غلط خالص. المفروض لما ابني يغلط لازم اشرح له انا بنفسي الخطأ ايه، وان انا اللي هتصرف معاه بالطريقة صح، وده بقى اللي احنا هنعرفه. طب يعني انت عايز تقول لي يعني ما تخاصمش ابنك ولا حتى دقيقة واحدة؟ انا عايز اقول لك انك ولا تخاصم ابنك ولا ثانية واحدة، مش دقيقة، ولا ثانية واحدة تخاصم فيها ابنك. امال نقول ايه بقى؟ ده اللي احنا هنقوله لك بقى دلوقتي. بس قبل ما اقوله لك ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو، تعمل شير للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا عشان رسالتنا تكبر اكتر وتظهر الفيديو لناس كتيرة اكتر. يلا اعمل السبسكرايب دلوقتي واللايك دلوقتي علشان خاطر يظهر الفيديو لناس كتير اكتر. اولا مهم قوي تعرف ان ابنك من حقه ان هو يغلط، ومن حقه ان هو ينسى لما تيجي تنبهه، من حقه ان هو ينسى مرة تانية كمان. عشان كده لما ابنك يغلط لازم الاول تشرح له الغلط ايه وتنبهه ليه، ولما ينسى تفكره. المفروض بقى تقول له ايه بدل كلمة انا مخاصمك لما يغلط؟ اول حاجة تقولها له تقول له التصرف اللي عملته ده كان غلط علشان كذا. لما انا قلت له التصرف ده كان غلط، انا كده قلت ان التصرف بتاعك هو اللي غلط، لكن انت مش وحش، انت حلو. وكمان قلت له ليه، يعني معنى كده انا شرحت ليه ان الغلط دون ليه غلط. طبعا ابني ممكن مرة ينسى افكره، مرتين ينسى افكره، لكن لما الاقي ان ابني متكرر الخطأ ده لازم بقى انا اخد موقف صح. وهو ايه؟ مش ان انا اخصمه، لا ان انا اعاقبه، بس اعاقبه بشكل ايجابي. بمعنى ايه؟
معنى ان انا انبهه واشرح له، وبعد كده اقول له العقاب ايه، وبعد كده لما يغلط اعاقبه واقول له ان انا هعاقبك علشان انا فهمتك ان ده غلط بكل حب، وما رجعش في العقاب تماما، ويفضل العقاب ده يكون حرمان بين حاجه بيحبها فتره قليله. ساعتها هو هيفكر ويقعد مع نفسه ويقول بابا بيحبني وهو قال لي انا بحبك ولازم اعمل كده عشان اعلمك وافهمك، وهو هيتعلم ان ده غلط وهيبتدي ان هو يضبط نفسه ويتحكم في نفسه. لكن اوعى ابدا تخاصم ابنك مهما حصل، وانت ابنك انسان رائع، انت كمان دايما تقول له انت انسان رائع، اي خطأ انت بتغلطه التصرف هو اللي غلط، لكن انت انسان رائع. لو عجبك الفيديو مرة تانية ما تنساش انك تعمل لايك، تعمل شير للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناة علشان رسالتنا تكبر اكتر وناس كتير جدا تشوف الفيديو وتهتم بيه. شكرا جدا ليكم ونشوفكم الفيديو اللي جاي.